السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نتقاسم معكم هاد الوصفه تاع الموسكوتشو. تجي خفيفه بنينه وسهله التحضير. هنايا بسم الله في اناء درت 4 حبات بيض. هذا الموسكوتشو راح نديروه بالملعقه، يعني ونستعينوا بالفويه، يعني المضرب اليدوي. هنايا حندير سني واحد جمعه عائلي كبيره. درت 4 حبات بيض، ندير 24 مغرفه تاع السكر، وإلا كنتي ديريها صغيره اقسمي ديري 12 مغرفه تاع السكر. يعني هذه فيها كامل 12 مغرفه ولا 24 مغرفه، والزيت 14 مغرفه. يعني ولا درتيها في المول تاع المسكوتشو صغيره ديري 12 و7 نتاع الزيت. هنايا ضفت مبشور تاع حبه ليمون كبيره، مغرفه تاع لافاني. هكذا نبقى نخلط حتى يتبدل اللون تاع البيض ويذوب لنا هذاك السكر. واللي ما حبت تستعين يعني بالباتور ادير الباتور. يعني هذه انا من زمان نديرها هكذا. هذه اول حبه موسكوتشو درتها هكذا، ونضيف هادوك 14 مغرفه تاع الزيت هكذا، ونبقى نخلط. يعني زمان كنت نديرها غير بالزبيب، ودرك يعني ضفت لها شويه تاع المكسرات، شويه المشماش، يعني باش تجي بزاف بنينه. والسر تاع هذا الموسكوتشو نضيفوا لها حبه جزر مبشوره، خليها تجي طريه من الداخل، يعني كي تكوني تاكلي فيها تحسيها مشربه. هكذا نبقاو نخلطو، ونضيف 24 مغرفه تاع الحليب. انا هنا ضفت لها الزبيب، ضفت لها شويه تاع حبيبات تاع المشماش، قطعتهم هكذا قطع صغيره، وهذاك الزبيب كنت فورته شويه باش يجي طري. وهذاك اللوز، شويه تاع اللوز شويه تاع الجوز، يعني كسرتهم غير هكذاك شويه شويه، ما نرحيوهمش. وعندي رقائق اللوز باش نزينها من الفوق. هكذا ندير شويه تاع دقيقه، يعني هنايا راني دايره 24 مغرفه. نضيف هذيك الحبه تاع الجزر السروديه اللي كنت بشرتها، يعني في المبشره، يعني وين تكون سنينات رقاق بزاف، يعني باش طيب لنا. يعني في لاغاب هذيك نغابيوها وين رقيقه بزاف هكذا. ونبقاو نضيفو في هذاك الدقيق الفرينه حتى نكملو الكميه، مع 2 باكيات ونص تاع خميره الحلويات، يعني 25 غرام. الباكي فيه 10 غرام. شوفوا لي داك اللون الجميل مع المبشور الليمون والجزر. هنايا الاناء جاني صغير بدلته. كمل هذاك الدقيق الفرينه ونضيف الخميره. يعني مع الدخول المدرسي، يعني سنيوة تاع موسكوتشو عائلية، خاصة العائلة اللي فيها الأطفال، يعني لفطور الصباح ولا قهوة العصر، يعني تنحي عليك حيرة. واللي ما تحبش السكر بزاف تنقص شوية السكر. كي دير سنيوة هكذا كبيرة تقدري ديري حتى 20 مغرفة. يعني الجزر حلو واللوز حلو، الزبيب مشماش كامل حلوين. يعني نبت لكم العبر اكزاكت. هكذا نشد هذيك المكسرات وهذيك الفواكه الجافة، ندير لهم دقيق، شوية تاع الدقيق لافارين، هكذا نخلطهم مليح، يعني باش يجو ناشفين وما يهبطوليش القاع تاع السنيوة.
هكذا نخلطهم ومن بعد نصفيهم بالصفاية، نحي هذاك الدقيق الزائد. هكذا ونضيفهم للخليط. كما ذكرت هاد المسكوتشو سهلة، يعني المبتدئات اللي عمرهم ما دخلوا المطبخ، يعني ديرها في وقفة يعني. هكا البنيات الصغار يقدروا يديروها. هكذا نجيب هذيك السنيوة بعد ما كنت دهنتها بشوية تاع الزبدة ورشيت عليها هذا الفرينة، هكذا نفرخها كامل. تقدري ديريها دون مول تاع المسكوتشو تجيك طالعة، إلا حبيتيها تجي عالية بزاف يعني ديريها في سنيوة صغيرة على هادي. هكذا ونزينها بعد ما خبطتها شوية هكذا باش تجي كامل متساوية. هكذا نزينها بهذوك الرقائق تاع اللوز. تقدري ديري كاوكاو، تقدري ديري واش حبيتي من الفوق، تقدري تخليها هكذاك، تقدري ديري حبيبة الشوكولا. هكذا نديها للفرن انايا وكذا توجد نشوفوها مع بعض. هاهي هنايا بعد ما طابت تحمرت مليح، شوفوا كيفاش طلعت، شوفوا هنايا كيما درت الموس، شوفوا لا طابت. هاهي هنايا نقسمها، وهنا بعد ما بديت نقسم فيها تفكرت بلي ما درت لها شويه تاع سكر كلاص، راح نجيبو ندير لها شويه من الفوق. تقدري ديري لها معجون، تقدري ديري لها شوكولا، تقدري العسل، يعني واش حبيتي تقدري تخليها هكذاك. يعني التزيين يبقى ذوق. هكذا نرش عليها شويه تاع سكر ناعم، سكر كلاص. هي هنايا بعد ما قسمت يعني كلكم مغسول، هاهما هنايا شوفولي كيفاش يجو، تجي بزاف بنينة خفيفة. إن شاء الله تجربوها تعجبكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.